لماذا يعتبر ناصر بوريطة دينامو الدبلوماسية المغربية الحديثة؟ ناصر بوريطة مهندس الدبلوماسية المغربية في عهد الانتصارات. لا يمكن الحديث عن النجاحات التي حققها المغرب دوليا في السنوات الأخيرة دون ذكر اسم ناصر بوريطة. هذا الرجل الذي ولد في تعونات عام 1982 وتدرج في أسلاك وزارة الخارجية، أصبح اليوم رمزاً للدبلوماسية التي تجمع بين الهدوء والصرامة، محولاً شعار المغرب أولاً إلى واقع ملموس أبرز الإنجازات، حصاد العمل الدؤوب الاختراق الكبير في ملف الصحراء. تحت إشرافه انتقل المغرب من مرحلة تدبير النزاع إلى مرحلة حسمه. تجلى ذلك في الاعتراف التاريخي للولايات المتحدة بمغربية الصحراء وتغيير مواقف دول وازنة مثل إسبانيا وألمانيا لصالح مقترح الحكم الذاتي. دبلوماسية القنصليات نجح في تحويل مدينتي العيون والداخلة إلى أقطاب. دبلوماسية عالمية من خلال إقناع عشرات الدول بافتتاح تمثيليات دبلوماسية لها هناك، مما كرس السيادة المغربية على أرض الواقع. العودة القوية للاتحاد الإفريقي لعب دورا محوريا في استعادة المغرب لمقعده الطبيعي في منظمة الاتحاد الإفريقي عام 2017، وقطع الطريق على خصوم الوحدة الترابية داخل القارة السمراء الندية في العلاقات الدولية. رسخ بوريطة مفهوم الندية، فالمغرب اليوم لا يقبل الشراكات التي لا تحترم سيادته، وهو ما ظهر جليا في طريقة تدبير الأزمات الدبلوماسية مع قوى أوروبية، مما فرض احتراما دوليا أكبر للمملكة. الرد على المنتقدين بالحجة والبرهان غالبا ما تتركز انتقادات المعارضين، خاصة من الخارج أو من تيارات معينة، حول نقطة استئناف العلاقات مع إسرائيل أو ما يسمونه التطبيع. والرد على هذه الادعاءات يأتي من منطلق المصلحة الوطنية والواقعية السياسية. السيادة الوطنية فوق كل اعتبار. الدبلوماسية المغربية ليست جمعية خيرية، بل هي أداة لحماية مصالح 40 مليون مغربي. استئناف العلاقات كان جزءا من اتفاق ثلاثي حقق للمغرب اعترافا بأكبر قوة في العالم أمريكا بسيادة المملكة على صحرائها، وهذا مكسب استراتيجي لا يقدر بثمن. القضية الفلسطينية لم تنسى بوريطة، أكد في كل المحافل الدولية أن علاقة المغرب بإسرائيل لا تعني التخلي عن حقوقه الفلسطينيين. المغرب من خلال لجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك هو من أكثر الدول تقديما للمساعدات الميدانية الملموسة لسكان القدس وغزة، بعيدا عن الشعارات الرنانة. الارتباط بالجالية اليهودية المغربية. الانتقادات تتجاهل أن هناك نحو مليون إسرائيلي من أصل مغربي وهم مرتبطون بوطنهم الأم وبالعرش العلوي. الدبلوماسية المغربية استثمرت هذا الرابط لتعزيز نفوذ المملكة وحماية أبنائها في كل مكان. النتائج على الأرض بينما يكتفي البعض بالانتقاد من وراء الشاشات، حقق بوريطة للمغرب الأمن القومي والاعتراف الدولي، وعزز مكانه المملكة كقوة إقليمية لا يمكن تجاوزها في إفريقيا والمتوسط. كلمة ختامية: من يحب بوريطة فهو يحب فيه ذلك المغربي الحاد الذكاء الذي لا يتكلم كثيرا بل يترك النتائج تتحدث عنه. هو يطبق مقولة القافلة: تسير حيث اختار أن يخدم وطنه بالعمل الميداني والنتائج الملموسة، تاركا الجدل العقيم لمن لا يملكون مشروعا للوطن.